الحكايه بتبدا بمجرم خطير قرر يتنكر في شكل مدرس ويدخل المدرسه، وفي اول يوم ليه وهو داخل الفصل لمح المدير لابس قميص واقي من الرصاص وشاف مدرسه رياضه خارجه منهاره وبتعيط من الرعب. المدرس استغرب من المنظر، اصل المدرسه دي العيال فيها عفاريت ما بيخافوش من حد، لدرجه ان المدرسين بيترعبوا يهوبوا ناحيه الفصل. بس صاحبنا ده قلبه ميت ودخل ببرود تام، لقى العيال هايصه، اللي بيطبخ اندومي واللي بيصور تيك توك واللي بيلعب بينج بونج وسط الحصه. راح هو بكل هدوء مسك المضرب وبدا يعلمهم اللعب الصح. فقام واحد من العيال حاول يضربه بالمضرب، بس المدرس اتفاداه بلمح البصر. راح بيج بوس الفصل مسكه من هدومه وقال له لو خايف على عمرك اهرب من هنا. المدرس ضحك وقال له بقول لكم ايه، لو كسبتوني كمان 3 ايام همشي، ولو خسرتوا هتبقوا خدامين عندي. والعيال وافقوا على التحدي. تاني يوم العيال جهزوا له فخ طبق دقيق فوق الباب، واول ما دخل وشدوا الحبل فتح الشمسيه ببرود والدقيق نزل عليهم هم. ولما جه يقعد بداوا يحدفوه بكل حاجه، بس هو بلمح البصر وبشمسيته صد كل ده ورجعه في وشهم تاني. بعدها العيال حبوا يزودوا العيار وزرعوا قنبله تحت عربيته على اساس انها لعبه، بس هو اول ما ركب حس ان الموضوع جد ونزل بسرعه وصرخ فيهم يبعدوا. والعيال كانوا بيضحكوا وفاكرينها هزار، وفجاه العربيه انفجرت بجد في الهواء. العيال اتصدموا وعرفوا ان المدرس ده مش سهل وانه انقذ حياتهم، ومن اللحظه دي اتغيروا تماما وبقوا بيحترموه وبقوا تلاميذه المخلصين للابد. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.